ولد، كف مكانك ايها المكروت. يا شيخ يا شيخ، إن خرج مني ريح، حد راح اتودى ثاني؟ ركز علشان تعرف ازاي تلم الاحياء وتقفلها باذن الله، لان اي طالب ازهر يقدر يقفل احياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي وطلابي طلاب الازهر الاحباب، اهلا وسهلا بيكم يا دكاترة، وحمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة من الانجليش، واهلا وسهلا بيك يا صديقي الجميل في معركة الاحياء اللي باذن الله تعالى هنعمل فيها عظمة عشان تدخل الامتحان تحله حرفيا بصباع رجلك الصغير. فركز كويس جدا جدا جدا. 3 نصايح تسمعهم بقلبك. اول حاجة يا صديقي الجميل، تجاوز عما فات. يا جماعة اللي فات فعلا مات ومفيش حاجه هتتعدل، يبقى ترضى بقضاء الله، وان شاء الله باذن الله تعبك عمره ما هيروح هدر. تاني حاجه، خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، ان يا شباب ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبنا، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. عشان ترتاح، عارف انت لما تكون مش حامل هم حاجه، لما تكون بتشتغل وبتجتهد وبتجيب اخرك وعندك ثقه ويقين تام ان ربنا مش هيضيع تعبك، بترتاح جدا جدا جدا. فاليقين تسلح بيه. ثالثا يا اولاد واخيرا، الاحياء ماده مهمه جدا جدا في تحقيق ما نتمنى ان شاء الله. درجات كتير، مواد مهمه، احياء وجيولوجيا لازم نركز فيها كويس قوي عشان تتراجع كويس، لان انت موقف عشان تمتحن وما بتذاكرش احياء بقالك كتير، فاكيد اتنست بل اتبخرت. يبقى لازم تبذل مجهود جبار علشان باذن الله تقفل الماده، وبتتقفل عادي. طيب هنعمل ايه في ليالي الامتحان؟ ركز معايا كويس جدا جدا جدا. انت عندك حاجتين، الشرح والحل، وزي ما وعدناكم ان الشرح هيكون ببلاش على المنصه بتاعتنا لاي طالب في مصر. احنا مش ناسيينكم، واللي وعدنا بيه وفيناه، والمنصه اتفتحت مجانا دلوقتي، وده علشان بنحبك وخايفين عليك وعايزين مصلحتك وعاوزينك باذن الله تعالى من اوائل الجمهوريه. انا على كده بقى اخش على المنصه واسمع كل المحاضرات لحد الامتحان الصبح. بلاش بقى. لا يا صديقي اهدى، انت كده غشيم. المنصه يا جماعه مفتوحه بالكامل براحتك، يعني احنا كده كده لوجه الله سبحانه وتعالى وعشانكم، وربنا يا رب يوفقكم، وتخفيفا على الاهالي. ولكن احنا عاوزينك تدخل على المنصه تستفيد، مش تضيع وقتك. يعني انت تخش على المنصه تسمع اللي واقع منك بس، اللي انت محتاج تراجعه بس. يعني مثلا مين فيكم عاوز يسمع دلوقتي الدعامه والحركه؟ قليل، لان احنا ذاكرناها طول السنه كتير جدا. مين فيكم عاوز يسمع شرح الهرمونات تاني؟ قليل، لان احنا برضو ذاكرناها كتير جدا والشابتر سهل. فالشاهد يا اولاد، ندخل على المنصه نلم اللي واقع مننا بس، مش اكتر من كده. فده بالنسبه للشرح. بالنسبه للحل هنعمل ايه؟ ركز معايا. احنا شباب بنهتم بطلاب الازهر زي العام بالظبط، وعاملين لك خطه وجدول زي بتاعه العام بالظبط، مش اي حاجه والسلام. لا، احنا مهتمين بيك، عاملين لك بلان كامله علشان باذن الله تلم المنهج شرح وحل وتدخل الامتحان وانت مطمن. فركز عشان نشوف الحل. يلا بينا. اول حاجه يا اولاد، عندنا طبعا كتاب ليالي الامتحان. هذا الكتاب يا شباب باذن الله تعالى هتلاقوا في الديسكريبشن لينك لقناه الواتساب وقناه التليجرام، هتلاقوا عليها المحتوى يوم بيوم، سواء الامتحانات التجريبيه او كتاب المدرسه او الكتاب بتاع ليالي الامتحان بتاعنا. كتاب ليالي الامتحان يا ولاد باذن الله هينزل على المنصه بالكامل يوم السبت 28/6 اللي هو النهارده. دلوقتي حالا اتضاف على المنصه يا شباب كورس اسمه ليالي امتحان ازهر مجانا، هسيب لك برضو اللينك في الديسكريبشن. النهارده السبت هينزل لك باذن الله حل الدعامه والحركه والهرمونات، الحد ينزل لك التكاثر، الاثنين المناعه والبيولوجيا، والثلاث الجيولوجيا، وكمان رسومات المنهج بالكامل. طيب ركز بقى، على يوتيوب هينزل ايه؟ اول حاجه يوم السبت اللي هو النهارده وانت بتسمع الفيديو دوت، نزل على يوتيوب يا ولاد حل شوامل دور اول وتاني 2024 السنه اللي فاتت، وتجريبي 2025. وفي نفس الفيديو هنقرا مع بعض كتاب المدرسه على الدعامه والحركه والهرمونات. جماعه المحاضره دي نزلت دلوقتي. طيب بكره ان شاء الله اللي هو الحد 29/6 طبعا على المنصه حل كتاب الامتحان على التكاثر، على يوتيوب حل دور اول ودور تاني 2023 وقراءة كتاب المدرسة على التكاثر. يوم الاثنين 30/6 زي ما قلنا حل كتاب ليالي الامتحان مناعة وبيولوجيا على المنصة، ودور أول وتاني 2022، وكذلك قراءة كتاب المدرسة على المناعة والبيولوجيا على يوتيوب. طيب اخر يوم يا اولاد اللي هو الثلاث 1/7 هيبقى فيه على المنصه زي ما قلنا حل كتاب ليالي الامتحان على الجيولوجيا، وهينزل على يوتيوب فيديو يلم لك كل رسومات المنهج وقراءه كتاب المدرسه على الجيولوجيا، عشان باذن الله تعالى تبقى داخل الامتحان مراجع المنهج بالكامل وحالل كل الشوامل لحد سنه 22 دور اول وثاني، والتجريبي بتاع 25 ده يا جماعه مهم جدا 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 عشان اضافات الجيولوجيا وعشان الطريقه الحديثه اللي بيسالوا بيها لازم تتدرب عليها كويس جدا جدا، وكمان حضرتك قارئ كتاب المدرسه بالكامل. فان شاء الله يا جماعه بعد ما نعمل كده هتخشوا الامتحان تجيبوا الاحياء في شوال. طيب اخر حاجه نتكلم عليها عشان اسيبكم تذاكروا ان شاء الله، هتلاقي المحاضره الاولى نزلت حالا على يوتيوب. تعمل ايه؟
تمشي ازاي، تنظم وقتك ازاي عشان تلم الاحياء. اول حاجه لازم تعدي على محتوى اليوم شرح. والله سمعت على المنصه شرح حلو، راجعت مع نفسك ولامم زي الفل، المهم تعدي على المنهج. وانا افضل لو انت مذاكر اقرا وخلاص. تاني حاجه تعملها بعد ما تذاكر، تحل كتاب ليالي الامتحان بتاعنا على محتوى اليوم. يعني مثلا اول يوم على الدعامه والحركه والهرمونات، اليوم الثاني على التكاثر، الثالث مناعه وبيولوجيا، الرابع جيولوجيا، وهكذا. يبقى بعد ما تذاكر تحل كتاب ليالي الامتحان. طيب ثالث حاجه تبدا تحل الشوامل اللي احنا هننزلها لك برضو باذن الله تعالى على جروب التليجرام، وكذلك الشانل الواتساب. اللينكات كلها في الديسكربشن يا اولاد، وكمان لينك الكورس المجاني على المنصه اللي هينزل فيه حل كتاب ليالي الامتحان برضو في الديسكربشن. انت كده ذاكرت وحليت كتاب ليالي الامتحان وحليت الشوامل، لم يتبقى ليك الا انك تسمع حل الشوامل وكمان قراءة كتاب المدرسة اللي على اليوتيوب. لو انت التزمت بالجدول ومشيت معايا من السبت لحد الثلاث بنفس المحتوى، وانت سامع كل حاجه ومذاكر كل حاجه ومعدي معايا يوم الثلاث ان شاء الله على رسومات المنهج بالكامل، باذن الله تدخل الامتحان وانت شارب الاحياء شرب وتجيبها في شوال، وباذن الله يا جماعه الدرجه النهائيه في جيبكم. بس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله. اوعى حد يراكم، وانا اكيد بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.